ريني فايلر من قمة الأهلي والدوري المصري إلى قاع الدوري الأمريكي. واضح أنه على أعتاب الرحيل بهزيمة تاريخية في مستقبله التدريبي، وتمثل خطورة على وجوده في نادي دي سي يونايتد، ورحيله غالبا بعد ما خد علقة كورة أمام نادي فيلادلفيا الأمريكي بسداسية نظيفة، وهي الأعلى والأثقل في تاريخ المدرب، بعد ما كان خسر قبل كده بخماسية أمام نادي شافهاوزن وأراو في الدوري السويسري. وبالتالي اصبح بعد الخساره دي رصيده من النقاط 25 نقطه في قاع الترتيب خالص بجدول الدوري، وكمان حقق 5 انتصارات فقط لا غير، 10 تعادلات، 17 هزيمه. فاهم انت 17 هزيمه؟ ده رقم مرعب بامانه. سجل 29 جول واستقبل 64 هدف، رقم برضه مرعبين ثلاثه. فالفرق بين فايلر الاهلي وفايلر دي سي يونايتد اصبح بعيد. اللي كان في النادي الاهلي حقق 34 فوز من اصل 44 مباراه مع النادي الاهلي، ولذلك جماهير فريق دي سي يونايتد بتطالب بتغيير الجهاز الفني، وتفيد تقارير بان ايام فايلر معدوده في الدوري الامريكي ومع ناديه الامريكي، وان هو خلاص هيرحل عن الدوري الامريكي. لكن رايح فين؟ محدش يعرف لسه الدنيا ماشيه ازاي.